وادي يوم جديد للفراخ اهوت، بعد الحمد لله ما وقفنا بقى خلاص المضاد الحيوي ومتابعين معاهم. هم كده عمر 18 يوم، اللهم بارك. خلطت لهم بقى العلف، بزود بقى علف نامي مع علف بادي، بنزودهم الاتنين مع بعض نسبة تلت الى تلتين كده. وبعد كده بديهم بقى مضاد السموم كل يوم صبح وبالليل، ده اللي بتاع النهار وده اللي بياخدوه بالليل كل يوم. وزي ما قلت لكم انا لقيت فيهم مشكله جديده، في واحد فيهم عنده مشكله في رجله، انا بدور عليه وانا معاكم على الكاميرا. راح فين؟ بديله فيدروب، هو ده فيدروب علشان حساه عنده رجله مش مظبوطه، فبديله فيدروب. بديله قطره الصبح وقطره بالليل، وبعد كده هجيب علبه جديده لان القطره دي خلاص اللي بتخلص من عندي. هجيب بقى علبه جديده عشان احط لهم كلهم، عشان اتفادى اي مشكله ممكن تظهر في اي واحد فيهم. انا بدور عليه دلوقتي واشوفه فين، مين فيهم. هو بيبقى قاعد اغلب الوقت عشان رجله تعباه، غالبا هو اللي واقف قصادي ده اهو. بصوا ماشيين بيعرج ازاي، هو اللي هناك ده عنده رجل ورمه ورجل اهو. تعالى تعالى تعالى، وشايفين رجله اهي، فمش مظبوطه خالص غير الرجل التانية. فبديله بقى بيضرب كل يوم، واشوف حتى حركته ضعيفه مش قادر يدوس عليها اهو، بيدوس بصعوبه. فطبعا لما تلاقي وجه اي حاجه زي كده دي بيضرب على طول، قطره الصبح وقطره بالليل، وحطي للباقيين قطره على لتر ميه كل يوم علشان تتفادي اي مشكله ممكن تحصل في موضوع الحركه ده والكساح والكلام ده كله. اهو فرشت لهم الفرشه بتاعتهم، زودتها جير وزودتها تبن طول الوقت طبعا عشان الجو ابتدى يبرد، فدايما مزوده الفرشه بتاعتهم. احط لهم بقى العلف بتاعهم واحط لهم الدواء بتاعهم، وكده يبقى يوم جديد مع الفراخ النهارده. ربنا يبارك فيهم ويحفظهم.